والتسوية في الجلسة بين السجدتين، والسجود في الطول من السنة. فهناك 4 أركان من السنة المقاربة بينها في الطول، وهي الركوع والرفع منه والسجود والجلسة بين السجدتين، فإنه يخر ساجدا مكبرا يسجد على 7 أعضاء، على أصابع القدمين والركبتين والكفين والجبهة مع الأنف، ويباعد بين المرفقين والجنبين، ويباعد بين البطن والفخذين، ويباعد بين الفخذين والساقين دون مبالغة. ويقول في سجوده سبحان ربي الأعلى، وله أن يضيف سبحان ربي الأعلى وبحمده، وله أن يضيف سبوح قدوس رب الملائكة والروح، وله أن يقول أيضا سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي. ثم يرفع رأسه من السجود مكبرا. ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس للتشهد بعد الفراغ من الركعة الثانية، فإذا كانت الصلاة ركعتين كالصبح جلس مفترشا كما كان يجلس بين السجدتين، وكذلك يجلس في التشهد الأول من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، ويبسط كفه اليسرى على ركبته اليسرى، هذه صفة جلوس التشهد الأول، ويقبض أصابع كفه اليمنى كلها، ويشير بأصبعه التي تلي الإبهام إلى القبلة، يرفعها ويحنيها ويشير بها إلى القبلة ويحركها. هذه سنن في رفع الأصبع في جلسة التشهد. ويجعل من الإبهام والوسطى حلقة ويرفع السبابة، فهذه كيفية، أو يقبض بالإبهام على الوسطى ويرفع السبابة يحركها يدعو بها، وهذه كيفية ثانية، كلاهما صحيح ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقرأ التحيات، وللتحيات ألفاظ ثابتة متعددة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فله أن ينوع بينها فيقرأ هذا تارة وهذا تارة في صلاة أخرى، وهكذا. وأشهر هذه الكيفيات تشهد ابن مسعود رضي الله عنه، ورجحه عدد من أهل العلم، وهو التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وجاء أيضا تشهد ابن عباس رضي الله عنهما، التحيات المباركات الصلوات الطيبات لله، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. فإن كان في التشهد من صلاة ثنائية أو في التشهد الأخير من الثلاثية والرباعية، زاد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولها صيغ متعددة أيضا ينوع بينها، فيقرأ في صلاة بهذه تارة وفي صلاة أخرى بصيغة أخرى. ومن تلك الصيغ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ومن الصيغ اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته كما صليت على آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى أزواجه وذريته كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويجلس في هذا الموضع، أي في التشهد الأخير من الصلاة الثلاثية أو الرباعية، متوركا. والتورك
أن يفضي بوركه اليسرى إلى الأرض ويخرج قدمه اليسرى من ناحية اليمين وينصب قدمه اليمنى، ويجوز أن يفرشها أيضا كما ثبت ذلك في السنة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول: إذا فرغ أحدكم من التشهد الآخر فليستعذ بالله من 4، يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال، ثم يدعو لنفسه بما بدا له. وقد وردت أدعية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها: اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. وهذا دعاء عظيم اختاره النبي صلى الله عليه وسلم لصاحبه وأحب الناس إليه أبي بكر الصديق رضي الله عنه، لما طلب منه أن يعلمه دعاء يدعو به في آخر تشهده. ومن الأدعية الصحيحة الثابتة أيضا في التشهد قبل السلام: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. وفي